النهاردة بتحكي عن ايه يا صحابي؟ يلا بينا نعرف مع بعض ونسمع القصة ونستفيد كمان. قصتنا بتحكي عن ولد أمور اسمه عادل، بس الولد ده ما كانش بيحب يشرب الحليب، وجي خاله عشان يزورهم، وراحت الأم قدمت لهم الحليب. بس عادل قال لمامته: يا ماما يا ماما، أنا مش عايز أشرب الحليب، أنا مش بحب الحليب. خاله أول ما سمع عادل بيقول كده قال له: ليه أنت ما بتحبش تشرب الحليب ليه؟ ده الحليب مفيد جدا وجميل قوي وبيخلي عضلاتك وجسمك زي الحديد. قال له: الحديد؟ إيه هو الحديد؟ ينفع تكلمني عن الحديد؟ قال له: ماشي يا عادل. وقال له أنواع الحديد 3 أنواع. أول نوع اسمه الحديد الزهر، والحديد الزهر ده ممكن يتكسر عادي. وتاني نوع من الحديد هو الحديد المطاوع، اللي هو نقدر نعمله أشكال، يعني بنتويه كده عادي. وتالت نوع ده بقى النوع اللي ما بيتكسرش أبدا، اسمه الحديد الصلب. وهنا يا صحابي عادل كان مبسوط قوي، وقال لخاله: شكرا جدا عشان انت قلت لي المعلومات الكتيرة عن الحديد دي. انا من هنا ورايح هشرب كوباية اللبن بتاعتي عشان اكون زي الحديد واكون عندي عضلات واكون قوي. وانتوا يا صحابي كمان ما تنسوش تشربوا كوباية الحليب بتاعتكم عشان تكونوا زي الحديد وتكونوا اقوياء كمان. يلا انا عارفاكم يا شاطرين يا اقوياء، هتدخلوا تدوسوا لايك واشتراك في قناة يوميات جوجو عشان ما يفوتكمش قصص كتير حلوة قوي. يلا انا مستنية.